مساء الخير، تعالوا بقى نتعرف على الادوات اللي هنستخدمها في فك وتركيب السلك بتاع الالوميتال. اول حاجه اي حاجه كده طويله بحيث ان انا اقدر اطلع الكاوتش، ودي الحاجه اللي برجع ادكك بيها الكاوتش، اسمها عجله، او انتوا هتوروا صورتها كده اللي بتاع الموال، هو اكيد هيبقى عارفها. وبعد كده المقص ده بيستخدم على حسب نوع السلك. لو انا هجيب اصلا نوع السلك نفسه حديد هستخدمها، لكن انا ما جبتش حديد، جبت نوع تاني. وهستخدم مقص، وهستخدم متر. المتر ده عشان همطر بيه الالوميتال، شباك الالوميتال من فوق لتحت، عشان عايزه اعرف انا محتاجه كام متر لما اروح للموال. ده نوع السلك اللي انا جبته، نوع اسمه قماش. تمام، سلك قماش، وده بيبقى مدة عمره بتبقى اطول، ما بيتقطعش وما بيتكسرش مع الوقت اصلا، يعني مش زي الحديد. والمفروض ان هو ليه انواع طبعا وباسعار مختلفة، وزي ما انتوا هتشوفوا وتجيبوا يعني. تمام، بعد كده انا خلعت الشبابيك وبدات ان انا اطلع الكاوتش اللي متدكك دوت. بس نخلي بالنا، انا عايزه الكاوتش دوت لو في حاجه سليمه تفضل سليمه زي ما هي، انا اشده بالراحه كده بحيث ان انا ارجع استخدمه تاني وانا بركب السلك الجديد. باجي كده من عند الاطراف وابدا اطلعه بالاداه ديت بالراحه، واشده من النص كده معايا بحيث ان هو ما يتقطعش. طبعا دي كانت اصعب مرحله، لان هو مع الزمن ومع الشمس وكده بيبقى لازق السلك، لازق اصلا في الكاوتش دوت. فدي كانت اصعب مرحله بالنسبه لي، والباقي كله سهل. اهم حاجه تخلي بالكم ما يكونش في اطفال جنبيكم، لانه هو بيعمل ماده متطايره كده، رمليه كده من الحديد دوت اللي بايظ. تمام، بدات ان انا اشيل كل الشبابيك، وانا بشيل كل شباك السلك، يعني بلم السلك بتاعه البايظ عشان ما يبقاش فيه دربكه حواليا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه تخلي بالكم طبعا على ايديكم، لان انتوا بتشيلوا السلك ده حديد فممكن يعور ايديكم. وتخلي بالكم برضو على عينيكم، لان الماده المتطايره دي ممكن تاذي عينيكم لو انتوا مش واخدين بالكم، للناس اللي عندها حساسيه. بعد كده غسلت الالوميتال وجبت السلك بتاعي ومطرته وقصيت. ده بيتقص عادي خالص بالمقص، تمام، لان هو عامل زي القماش كده زي ما انتم شايفين. بعد ما ظبطته كده على الشباك بدات ان انا ادكك يمين وشمال. يعني انا هدكك الجنب اليمين الاول، وادخل بالاداه العجله ديت الكاوتش تاني، زي ما رجعته بقى زي ما شلته هبدا ان انا ارجعه تاني. تمام، زي ما انتوا كده شايفين انا بعمل بدككه وباكد عليه كويس جدا. وبعد كده اروح للجنب اللي قصاده، مش هينفع الجنب اللي فوق او تحت، لا لازم الجنب اللي قصاده، وابقى بشد السلك وانا بدكك. تمام، زي ما انتوا شايفين كده قصادكم. الطريقه سهله جدا على فكره، ومش محتاجه يعني انا عملتها، يعني مش محتاجه. انا كنت فاكره ان انا ما اقدرش اعملها، لا انا عملتها عادي. بعد كده بدأت امسك فوق وتحت، ولو الجلد ده مثلا في حته قصيره عادي، انا رحت اشتريت الجلد. اهم حاجه الكاوتشه ديت بتاخديها معاكي لاي حد بتاع الموتال او موان، وتقولي له عايزه نفس السمك ده، بيبيع المتر ب1.50 جنيه. وبعد كده انا جبت مثلا ب10 جنيه وفاض، يعني بقى معايا كتير. لو مثلا حته زي ديت مثلا اتعملت وبقت حته، عادي بتجيبي الحته مثلا وتقصيها على قد القطع المبقيه وتجمعيهم يعني جنب بعض، مفيش ادنى مشكله. مش لازم الحته الكاوتش تبقى بطول الالوميتال او بعرضه، لا عادي ممكن يتجمع عادي. بعد ما دككته كله واتاكدت كويس، هيبقى ده كده الشكل النهائي ليه. بيبقى طبعا فيه زيادات يمين وشمال وفوق وتحت. هجيب المقص بقى وابدا اشيل الزيادات ديت، بس انا عن نفسي سبت 2 سنتي 3 سنتي، عشان لا قدر الله لو في اي حاجه مثلا اتفكت اقدر ان انا امسكها واعرف ادككها تاني. وانا بعد ما بشيل الزيادات ديت بالمقص برجع امشي عليه بالعجله تاني واتاكد ان هو تمام، لان انا كده بعد كده هركب. قبل بقى ما بركب نظفت الالوميتال كويس جدا من بره ومن جوه علشان اركب على نظافه. ويبقى انا كده خلصت الفيديو معاكم. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لي لايك وصلوا على النبي في الكومنتات واشتركوا في القناه بتاعتي، واشوفكم في فكره جديده وفيديو جديد. باي باي.